فيلمنا بيبدأ ببنوتة صغيرة اسمها رايلي، وبندخل جوه دماغ البنت دي بنلاقي مشاعر البهجة. أول ما بتدوس مشاعر البهجة على زرار قدامها بتضحك البنوتة الصغيرة وبيفرح باباها ومامتها، وفي الوقت ده بتظهر كرة مضيئة وبتمسكها بهجة وبتعرف إن دي أول ذكرى جميلة لرايلي، وبتظهر في الوقت ده مشاعر الحزن اللي بتخلي رايلي تعيط. وبعد ما بتكبر رايلي شوية بتظهر مشاعر الخوف اللي بتخلي رايلي تعدي على سلك الكهرباء بحذر، وكمان بتظهر مشاعر الاشمئزاز لما باباها بيجي يأكلها بروكلي، وفي الوقت ده بتظهر مشاعر الغضب فبتخليها ترمي الطبق. وبنعرف في الوقت ده ان الخمس مشاعر دول هم اللي مسؤولين عن تكوين شخصية رايلي. وبعد كده بتورينا بهجة ذكريات رايلي السعيدة واللي هي بتكون مسؤولة عنها، وكمان بتورينا الخمس ذكريات الأساسية اللي حصلت لرايلي، وبتقول لنا ان الذكريات دي بتتحفظ في مكان لوحدها، وكل ذكرى بتكون جزيرة بتأثر على شخصية رايلي المستقبلية. ومن الجزر دي جزيرة المرح اللي بتخلي رايلي تتصرف بجنون وفرحة مع باباها، والجزيرة اللي بعد كده جزيرة الصراحة اللي بتخلي رايلي ما تكذبش، واخر جزيرة هي جزيرة العائلة واللي بيكون فيها ذكريات رايلي مع عائلتها. وبتكبر رايلي وبنشوفها وهي فرحانة مع باباها ومامتها وكمان صاحبتها، وبنعرف ان هي موهوبة جدا في لعبة الهوكي. وبعد ما اليوم بيخلص بتودع باباها ومامتها وبتنام، وتاني يوم بنشوف كل المشاعر وهي مصدومة علشان رايلي وعائلتها ينقلوا البيت تاني في سان فرانسيسكو. وبتحاول بهجة تطمن كل المشاعر وبتقول لهم اكيد البيت اللي هيعيشوا فيه هيكون جميل، وبتحاول توريهم احلام يقظة للمكان اللي هيعيشوا فيه. لكن اول ما بتدخل رايلي البيت بتنصدم لان شكله بيكون قديم وكمان فاضي من جوه، فبتطلع علشان تشوف اوضتها وهي حزينة، فبتحاول بهجة تخليها تتخيل شكل الأوضة لما تحط فيها الأساس. وفعلا بتفرح رايلي وبتنزل علشان تجيب أساس الأوضة، لكنها بتتفاجئ إن الأساس لسه مش هيوصل دلوقتي، وده بيخلي كل المشاعر تتضايق وبيلعبوا في لوحة التحكم، وبيخلي رايلي تكون مشاعر كلها قلق وحزن. لكن في الوقت ده بتحط بهجة فكرة وبتمسك رايلي ورقة وبتطبقها وبتلعب بيها هوكي هي وباباها ومامتها، وبيكون كلهم في الوقت ده فرحانين. لكن بيجي تليفون لباباها وبيستأذن منهم علشان يروح الشغل، وفي الوقت ده بتكون حزن عايزة تلمس لوحة التحكم علشان تخلي رايلي تعيط، لكن بهجة منعتها وبتجيلها فكرة إن رايلي تطلع تتمشى مع مامتها، وبيفضلوا يفتكروا ذكرياتهم السعيدة مع بعض. لكن فجأة الذكرى بتتحول لحزينة، وده بسبب إن حزن بتكون لمستها، وده بتخلي بهجة وكل المشاعر مصدومين لأن رايلي كل ما تفتكر الذكرى دي هتكون حزينة، فبتعتذر لهم حزن عن كل اللي حصل وبتقول لهم هي مش عارفة عملت كده إزاي. وأول ما بتيجي تقرب من ذكرى تانية بيكون لونها هيتحول للأزرق، لكن بهجة بتمنعها وبتقول لها إن هي كده هتحول كل الذكريات لحزينة، فبتعتذر لها حزن تاني وبتقول لها إن هي كده مش مفيدة لرايلي أبدا. لكن بهجة بتهديها وبتديلها كتاب علشان تقرأه ويخليها تهدى. وفي آخر اليوم بتروح مامة رايلي تعتذر لها وبتقول لها إن هي وباباها بيحبوها جدا وإن كل شيء هيبقى كويس، فبتفرح كل المشاعر وخصوصا بهجة اللي بتخلي رايلي تشكر مامتها. وأخيرا بينتهي اليوم وبتنام رايلي، وبتستدعي بهجة ذكرى رايلي مع باباها ومامتها علشان تحلم بيها. وتاني يوم بتصحي بهجة كل المشاعر وبتفكرهم النهارده أول يوم لرايلي في مدرستها الجديدة، وبترسم بهجة حوالين حزن دايرة وبتطلب منها ما تطلعش من الدايرة دي النهارده خالص. أما رايلي فبتودع باباها ومامتها علشان تروح المدرسة، وبتدخل الفصل تقعد لوحدها وبتكون متوترة جدا. وفي الوقت ده بيجي الخوف اللي بيقول لبهجة إن في حاجات كتير ممكن تحصل تخوف النهارده، ومنها لو طلبت المدرسة من رايلي إن هي تعرف نفسها. وفعلا بتدخل المدرسة وبتطلب من رايلي إن هي تعرف نفسها، وده بيخلي الخوف مصدوم. لكن بهجة بتسيطر على الوضع وتخلي رايلي بتتكلم بكل هدوء مع المدرسة، وبتقول لها إن هي من ولاية تانية وبتفضل تحكي لها ذكرياتها في الولاية دي وهي مبسوطة. لكن فجأة بنلاحظ إن رايلي بقت حزينة، وبنكتشف وقتها إن الخوف لمست الذكرى اللي كانت بتحكيها رايلي، فبتروح بهجة بسرعة علشان تشيل الذكرى دي، لكن بتتفاجئ إن حزن مسكت لوحة التحكم وبتخلي رايلي تعيط، وده بيكون ذكرى أساسية من الحزن. فبتمسك بهجة الذكرى دي وبتكون عايزة ترميها، لكن حزن بترفض، وبيفضلوا يتخانقوا الاتنين مع بعض لحد ما بتقع كل الذكريات الأساسية، وده بيخلي الجزر الخمسة تنطفي لأن الذكريات الأساسية مش في مكانها. فبتحاول بهجة تنقذ الوضع، لكن في الوقت ده بتنسحب الذكرى الحزينة لمكان حفظ الذكريات، وبتكون هتنسحب معاهم الذكريات الأساسية، لكن بهجة بتمسكهم فبتنسحب معاهم هي وحزن. وفي الوقت ده بنشوف رايلي وهي قاعدة في الفصل ومش حاسة ولا بفرح ولا بحزن. أما عند بهجة فبتنسحب لمخزن الذكريات وبيكون كبير جدا، وبتكون معاها الذكريات الخمسة الأساسية، وبتتفاجئ لما بتلاقي الخمس جزر مطفيين، وبتكون حزن حزينة وعايزة تعيط، لكن بهجة بتهديها وبتقول لها إن هم لازم يروحوا المقر الرئيسي وبالذكريات الخمسة اللي معاها هيقدروا يصلحوا كل اللي حصل. وفي الوقت ده بتكون رايلي قاعدة مع باباها ومامتها وحاسة بلا مبالاة، فبتحاول مامتها تفرحها وبتقول لها إن بكرة هيكون في اختبار للاعبين الهوكي، فبتتحكم اشمئزاز في لوحة التحكم، وده بيخلي رايلي ترد على مامتها بطريقة مش حلوة. وفي الوقت ده بيتكلم معاها باباها فبيتحكم غضب في لوحة التحكم، وده بيخلي رايلي ترد عليهم بطريقة وحشة جدا، فبيتعصب عليها باباها وبيطلب منها تطلع أوضتها. أما عند بهجة وحزن في جزيرة المرح بيكونوا عايزين يعدوا من الممر اللي هيوصلهم للمقر الرئيسي، لكن بهجة بتحاول
تعدي، بس للأسف بتتزحلق وبيكون هيقع منها واحدة من الذكريات الأساسية، فبتمسكها على آخر لحظة. أما عند رايلي بيروح لها باباها وبيقول لها إن هم يلعبوا مع بعض، لكن رايلي ما بتديلوش اهتمام، وده بيخلي جزيرة المرح تبدأ تنهار. فبتاخد بهجة حزن وبتجري بسرعة وبتقول لها حزن إن هم لو ما راحوش المقر الرئيسي بسرعة كل الجزر ممكن تنهار. فبتقول لها بهجة إن هم لازم يروحوا جزيرة الأصدقاء ويروحوا منها للمقر الرئيسي، بس بتنصدم بهجة لما بتلاقي متاهات كتير وممكن ما يلحقوش يوصلوا، ومع ذلك بتاخد بهجة حزن وبتمشي علشان تروح جزيرة الأصدقاء. لكن بتسمع بهجة صوت وبتتفاجئ بعمال الذاكرة اللي بيمسحوا الذكريات اللي ملهاش لازمة، فبتسألهم بهجة إزاي تروح جزيرة الأصدقاء. وفي الوقت ده بتكون رايلي بتكلم صاحبتها، فبتقول لها صاحبتها إن هم جابوا بنت جديدة مكانها وإن لعبها جميل جدا. ولما بيسمع غضب الكلام ده بيستخدم لوحة التحكم وبيخلي رايلي تقفل المكالمة مع صاحبتها. وبتشوف بهجة في الوقت ده جزيرة الصداقة وهي بتنهار، ومع ذلك بتاخد حزن برضه علشان يكملوا طريقهم لجزيرة الهوكي. لكن في الوقت ده بتشوف بهجة فيل وبيطلع بينج بونج الصديق الخيالي لرايلي، فبتطلب منه بهجة يساعدهم يوصلوا للمقر الرئيسي، فبيوافق وبيفضلوا يفتكروا ذكريات بينج بونج مع رايلي، وكمان بيفتكروا العربية الخيالية اللي كانت بتطير أول ما بيغنوا. وفي طريقهم بيشوفوا قطر الأفكار وبيقول وقتها بينج بونج لرايلي إن في محطة في أرض الخيال، ومن هناك يقدروا يركبوا القطر ويوصلوا للمقر الرئيسي بسرعة. وبيقترح عليهم بينج بونج طريق معين، لكن حزن بتقول لبهجة إن الطريق ده خطر، لكن بهجة ما بتهتمش وبتروح تركب القطر. وبعد شوية لما بيركبوا بيلاقوا شكلهم اتغير وكمان حواليهم حاجات بتطير، فبيجروا بسرعة علشان يخرجوا من الباب اللي هيوصلهم لأرض الخيال. وبيتفاجئوا لما بيلاقوا القطر التاني وصل للمحطة، فبيخرجوا من الباب بسرعة لكن للأسف ما بيلحقوش القطر. فبتحزن بهجة وحزن، لكن بينج بونج بيطمنهم وبيقول لهم إن في محطة تانية قريبة، وبياخدهم وبيدخلوا أرض الخيال وبيلاقوا هناك العربية الخيالية بتاعة رايلي، وكمان بينبهروا لما بيشوفوا فتى أحلام رايلي. وفي الوقت ده بتكون رايلي مع مامتها وبتستعد علشان تشارك في مباراة الهوكي. أما الخوف فبيحط ذكرى من الذكريات الأساسية لرايلي علشان يشغل جزيرة الهوكي، لكن للأسف بتفشل الخطة وما بتعرفش رايلي تلعب هوكي كويس، وده بيخليها متنرفزة وبتقول لمامتها إن هم لازم يمشوا من هنا، وده بيخلي جزيرة الهوكي تنهار. فبتشوفها بهجة وهي بتنهار وده بيخليها تحزن وعايزة توصل للمقر الرئيسي بسرعة. وبيجوا عمال الذاكرة في الوقت ده ياخدوا العربية الخيالية بتاع رايلي وبيرموها في مكب النفايات علشان رايلي تنساها. وبالرغم من حزنهم بيكملوا طريقهم وبيركبوا القطر علشان يوصلوا للمقر الرئيسي. وفي المقر الرئيسي بيقول غضب لخوف واشمئزاز ان هم لازم يرجعوا بيتهم القديم تاني، ووقتها رايلي هتكون سعيدة، لكن خوف بيرفض الفكرة دي وبيفضل يقنع في غضب واشمئزاز ان هم ما ينفذوهاش. وفي الوقت ده بتنام رايلي فبقى في قطر الافكار وما بتقدرش بهجة واصدقائها يكملوا طريقهم للمقر الرئيسي. وبتيجي في الوقت ده فكرة البهجة اللي بتشوف مكان الاحلام، فبتقرر ان هم ينزلوا علشان يقدروا يصحوا رايلي، وبيدخلوا مكان الاحلام وبيفكروا في طريقة علشان يصحوا بيها رايلي. فبتقترح حزن ان هم يخلوها تحلم بكابوس ووقتها تصحى من النوم، لكن بهجة ما بتوافقش على الفكرة دي، بتقول لهم ان هم يخلوها تحلم بحلم حلو جدا وتصحى من حلاوة الحلم ده. فبتدي بهجة الشنطة اللي فيها الذكريات الأساسية لبنج وبتطلب منه انه يحافظ عليها. اما في المقر الرئيسي بيكون خوف قاعد بيتفرج على الاحلام بتاع رايلي واللي بتكون مملة جدا بالنسبة له، لكن بيدخل في الوقت ده بهجة وحزن واللي بيكونوا متنكرين في شكل كلب، لكن برضه رايلي بتفضل نايمة. وفجأة بيتقطع الكلب ده نصين وبيجري ورا نصه التاني، وبتيجي فجأة شرطة الأحلام علشان تقبض عليهم لأنهم بوظوا الحلم، وبتقبض الشرطة على بينج فبتروح وراه بهجة وحزن وبيوصلوا له لكنهم بيتفاجئوا بمهرج نايم جنبه. فبيجي وقتها فكرة البهجة إن هم يصحوا المهرج ده علشان يصحي رايلي، وبيجري المهرج وراهم لحد ما بيوصل لمكان الأحلام، ولما بيشوفوا خوف بيصرخ وده بيخلي رايلي تصحى، فبتفرح بهجة واللي معاها وبيروحوا يركبوا القطر بسرعة وبيمشي بيهم. أما غضب بيقرر ياخد فكرة الرجوع للبيت القديم وبيحطها في لوحة التحكم، وبنشوف وقتها رايلي وهي ماسكة الكمبيوتر بتاعها علشان تشوف ميعاد القطر اللي هيرجعها الولاية بتاعتها تاني. وبتتسحب رايلي وبتاخد الكريدت من شنطة مامتها من غير ما تعرف، وده بيخلي جزيرة الصراحة تنهار، فبينهار الطريق اللي بيبقى ماشي عليه القطر اللي بتكون فيه بهجة واصحابها، لكن بينقذهم عمال الذاكرة قبل ما يقع في آخر لحظة. وفي الوقت ده رايلي بتكون جمعت كل حاجتها وبتمشي من البيت علشان ترجع لبيتها القديم. وفي الوقت ده بتقرر بهجة هي واللي معاها ان هم يروحوا لجزيرة العيلة، لكن قبل ما بيوصلوا بتنهار. وبتشوف في الوقت ده بهجة أنبوبة التذكر اللي بتسحب الذكريات للمقر الرئيسي، فبتقرر ان هي تركب فيها. وفي الوقت ده بتكون رايلي خرجت من البيت. اما بهجة لما بتيجي تركب هي وحزن بتلاقي ان الذكريات بتتحول للون ازرق اول ما حزن بتيجي تلمسها، فبتعتذر لها بهجة وبتطلع لوحدها في انبوب الذكريات، لكن اول ما بتتحرك بينهار الانبوب وبتقع بهجة في مكب النفايات وكمان بيقع معاها بينج. لما بتوصل بهجة للقاع بتلاقي كتير من الذكريات المنسية، لكنها ما بتستسلمش وبتحاول تخرج منه. وبنشوف بينج اللي بيبدأ هو كمان يتنسي وبيروح لبهجة وبيقول لها ان هم مش هيقدروا يخرجوا من هنا، فبتعيط بهجة وبتقعد وهي حزينة، لكن بيجي لها في الوقت ده فكرة وبتفضل تغني وبتخلي بينج كمان يغني معاها لحد ما بيلاقوا العربية الخيالية اللي بتطير، فبيركبوا العربية وبيفضلوا يغنوا
هما الاتنين لحد ما العربية تطلعهم فوق، لكن للأسف العربية ما بتقدرش تطلع بيهم هما الاتنين للقمة. وبيجي وقتها فكرة البنج، وأول ما العربية بتكون خلاص هتوصل للقمة بينط منها وبيسيب بهجة لوحدها. وأول ما بتوصل بهجة بتتفاجئ إن بنج مش معاها، وبتشوفه وهو بيختفي وبتوعده إن هي هتساعد رايلي مهما حصل. أما والد ووالدة رايلي بيرجعوا من الشغل وبيتفاجئوا إن رايلي مش في البيت وكمان حاجتها مش موجودة. وبنشوف رايلي وهي ماشية في الشارع ومامتها بترن عليها، لكن بسبب تحكم الغضب بيخليها ما تردش. وبتمشي رايلي لحد الأتوبيس، لكن فجأة بيحس اشمئزاز وغضب وخوف إن الفكرة دي فكرة غلط، وبييجوا يشيلوا الفكرة من لوحة التحكم لكنها ما بترضاش تطلع. والأسوأ إن هم بيلاقوا لوحة التحكم بتتحول للون الأسود، وبيحاولوا يوصلوا أي مشاعر لرايلي، لكن رايلي بتكون حاسة باللامبالاة وبتطلع تقعد في الأتوبيس. أما عند بهجة فبتدور على حزن، وأول ما بتشوفها حزن بتركب سحابة بتطير وبتمشي. وبتيجي وقتها فكرة البهجة إنها تروح لفتى أحلام رايلي وبتحط الشنطة بتاعتها وبتخلي الآلة تطلع منه كتير وبينزلوا في الشنطة، وبتاخد الشنطة وبتجري علشان تروح لجزيرة العيلة. بنشوف وقتها حزن قريبة من الجزيرة دي، وفي الوقت ده بتطلع بهجة فتى أحلام رايلي من الشنطة لحد ما بيعملوا عمود طويل وبتطلع فوقهم بهجة وبينزلوها على المنطاد لحد ما بتخبط في المقر الرئيسي هي وحزن. وأول ما بيشوفها الخوف واللي معاه بيحاولوا يكسروا الإزاز علشان يدخلوهم لكنهم بيفشلوا. وبتيجي وقتها فكرة الاشمئزاز إن هي تخلي غضب يغضب جامد فبيطلع منه نار، وبتستخدم النار دي في إنها تعمل فتحة في الإزاز وبتدخلهم منها. وبتتصدم بهجة لما بتلاقي إن الباص اللي راكباه رايلي بدأ يتحرك، فبتقول بهجة الحزن إن هي الوحيدة اللي تقدر تساعد رايلي. فبتلمس حزن الفكرة في لوحة التحكم وبترجع لوحة التحكم للونها تاني وكمان بتخرج الفكرة. ووقتها رايلي بتفوق وبتنزل من الأتوبيس وبترجع بيتها تاني، وبيطمن باباها ومامتها عليها وبيسألوها على اللي حصل. وفي الوقت ده بتطلب بهجة من حزن إن هي تلمس الذكريات الأساسية بتاعة رايلي، فبتتحول كل الذكريات للون الأزرق. فبتعيط رايلي وبتبدأ تحكي لباباها ومامتها عن كل اللي حصل معاها، وبتقول لهم إن هي كانت عايزة تسافر لأن أصدقائها وحشوها وكمان فريق الهوكي، فبيحضنوها وبيقولوا لها إن هم كمان المدينة وحشتهم. ووقتها بتدي بهجة الذكرى الأساسية الحزينة الحزن، وبيشغلوا لوحة التحكم مع بعض. ووقتها بتفرح رايلي بعد ما كانت حزينة، وبيتكون وقتها ذكرى أساسية خليط من الحزن والبهجة، وبسبب الذكرى دي بترجع تتبني جزيرة العيلة تاني. وبعد مرور وقت بنشوف إن رايلي كونت ذكريات خليط ما بين الحزن والبهجة، وده غير الجزر الجديدة اللي ظهرت. وبنشوف مجموعة المشاعر وهم فرحانين بلوحة التحكم الجديدة اللي أكبر من القديمة. أما عند رايلي بتكون بتستعد لمباراة الهوكي وباباها ومامتها بيشجعوها، ولما بتمشي بتخبط في ولد وبتعتذر له لكنه ما بيعرفش يرد عليها بسبب إن المشاعر جواه بتتلخبط لأنه أول مرة يتكلم مع بنت. وبتدخل رايلي المباراة وبنشوفها وهي بتلعب بمهارة كبيرة جدا، وبتكون بهجة وباقي المشاعر فرحانين لأن رايلي كونت أصدقاء كتير. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيك في التعليقات. سلام.